واليقين أعلى درجات الإيمان بالله رب العالمين، فأسعد الناس في هذه الدنيا وأسعد الناس في الآخرة من كمل يقينه بالله عز وجل. وهذا اليقين يذوق الإنسان به حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن، وما سكن اليقين قلب عبد إلا فتحت في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا اليقين الذي خلق الله من أجله السماوات والأرض، وما من آية في هذا الكون زمانية أو مكانية، ليلية أو نهارية، حاضرة أو غائبة، إلا وهي تدل على اليقين بالله عز وجل. طلب هذا اليقين أنبياء الله وأولياؤه والعلماء والحكماء، حتى قال نبي الله الخليل: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أريد درجة أعلى وأكمل، فإنه عنده اليقين، ولكن يقين الرؤية مع يقين المعرفة أكمل وأعظم، وما كان في نقص صلوات الله وسلامه عليه. اليقين هو المعرفة التامة بالله رب العالمين، وما من صفة من صفات الله عز وجل إلا وهو يوقن بها دون أي شك أو مرية. وإذا كان في نعمة اعتقد الفضل لله على أتم ما يكون الاعتقاد، وإذا كان في نقمة قوي يقينه بالله جل جلاله أنه سيجعل له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. وقد يرى الموت أمام عينيه، ولكنه بيقينه بالله جل جلاله لا يمكن أن يتزعزع إيمانه، ولا أن يضعف يقينه، ولا أن يضعف تعلقه بالله جل جلاله. نعم، إنه اليقين الذي جعل الله به النار بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي في النار فجاءه جبريل وقال: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فما انتهى منها حتى قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنه اليقين الذي وقف به موسى عليه السلام أمام البحر تتلاطم أمواجه، والعدو من وراء ظهره، فالموت أمامه والموت من ورائه، والخوف والقلق مع أصحابه في أصحابه، وهو خوف السجية والطبيعة والجبلة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انظر، إنا للتوكيد، اللام مدركون التعبير بالإدراك. قال: كلا كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي. انظر، أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام: إن معي، ما قال معنا. اليقين أعطاه الله جل وجلاله لهذا النبي كليمه وحبيبه، فما كان إلا أن قال الله: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا، الفاء في لغة العرب تدل على العطف، على التعقيب المباشر، حتى كان بعض أئمتنا ومشائخنا رحمة الله عليهم يقول: والله ما انتهى موسى من قوله معي ربي سيهدين، ما انتهى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأصبح الجبل كالطود كالجبل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لأن الله قال للبحر أن ييبس فيبس، وقال للأمواج أن تقف وقفت، وقال سبحانه وتعالى وحكم، ولم يرد قوله وحكمه سبحانه وتعالى. اليقين قوة الإيمان بالله جل جلاله، هذا اليقين الذي ترى صاحبه قالبه في الأرض وقلبه في السماء. تخاف الناس وهو لا يعرف الخوف، آمن بأمان الله جل جلاله، إذ يقول لصاحبه
لا تحزن إن الله معنا. وانظر هناك أصحاب موسى إن معي ربي، لكن هنا أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى حكاية عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معي، لأن أبو بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان على يقين بالله جل جلاله حينما ترك ماله وأهله وولده مهاجرا لله جل جلاله، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر رضي الله عنه من أبو بكر في إيمانه ويقينه وعبوديته لله ربه؟ من هو أبو بكر الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ من هو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي حمل بعد النبي الغمة وأصابه الكرب لهذه الأمة وفضله الله وشرفه وقدمه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدت الخوخات إلا خوخته، وكان له من الفضائل والمناقب ما لم يكن لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأمة بما في قلبه من اليقين بالله جل جلاله. وإذا كمل يقين العبد ظهرت آثار هذا الكمال أول ما تظهر في توحيده وإخلاصه لله جل جلاله، فتجده أصدق الناس عبودية وتوحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يلتفت لأي شيء سوى الله جل جلاله. إن نزلت به المصائب لم يلتفت لا للمشعوذين ولا للمنجمين ولا للمرجمين ولا للكهنة ولا للعرافين، ولكن تعلق بالله رب العالمين، وجد أن الله غنى عما سواه. إنه اليقين الذي يجعله لله عبدا لله لا لأي شيء سواه. وإن أصابته النعمة وجدته من أصدق الناس شكرا لله وذكرا لله وخوفا من نقمة الله في نعمة الله. كل هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا عرف الإنسان ربه، عرفه بأسمائه وصفاته ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته وربوبيته في سماواته وأرضه. كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين. كل لحظة من عمرك تطرقك وتطرق فؤادك، هل ازداد إيمانك بالله جل جلاله؟ نعم، عجب والله أن الناس تجدهم يعظمون الدنيا ويعظمون وسائلها ويعظمون ما فيها من الأمور الحسية المادية الظاهرة، ولكن قل أن يعظموا رب العالمين وإله الأولين والآخرين. هذا النور الذي فوق رأسك من الذي نوره؟ من الذي جعله بهذه الصفة حتى استطعت أن ترى ما أمامك؟ لو سلب الله الناس هذا النور، وكيف كان الناس يعيشون قبل أن يعرفوا هذه الأشياء؟ من الذي علمهم؟ ومن الذي دلهم؟ من الذي أجرى هذه الحرارة بصفة وصيغة حارت فيها العقول والألباب؟ إلى الآن لا يعرفون سر هذه الكهرباء. ومن الذي قدر هذه الزجاج وعلم الإنسان وألهمه حتى استطاع أن يضع هذه الأشياء بحساباتها وتقديرها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي يتفكر في كل شيء حتى وهو قائم وقاعد، حتى في اللباس الذي يستر عورته، فين نسج وكيف ينسج ومن أي مادة خلق وكيف حمل على البر والبحر حتى يكون كساء لك. توقن أنه من الله، وأن الله هو الذي كساك، وأن الله هو الذي أطعمك وسقاك، وأن الله هو الذي كفاك حتى تصبح في جميع أمورك لله جل جلاله. تحدث نفسك بالنعم فتزداد حبا لله، تحدث نفسك بنقم فتزداد خوفا من الله جل جلاله. ثم إذا نظرت إلى الكون لو اشتعل الكون كله نارا وفتنا لم يزدك إلا يقينا بالله جل جلاله. ومع هذا كله ولو سمعت من المرجفين والمنافقين والمخذلين لم تزدد إلا ثباتا ويقينا. إنها الصفوة التي تكون من آخر هذه الأمة. السابقون السابقون هم أهل اليقين، هم أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص بالله رب العالمين. ما تدخلهم الشكوك ولا تعبث بهم الأوهام، ولا يمكن أن يعبث بهم أهل الهوى والردى من كمال يقينهم وتوحيدهم لله جل جلاله. في جميع أحوالهم تجدهم مع الله سبحانه وتعالى.
رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فلم يعدلوا عن صراط الله المستقيم ولا عن سبيله المستبين، فلم تزدهم الفتن والمحن إلا ثباتا وقوة وصدقا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى اليقين كيف حرك هذه الأمة في أول مشهد تزلزل وتزعزع فيه القلوب، فإذا بالناس أصابها ما أصابها من الدهشة وقوة الصدمة، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا اليقين حينما تكالبت الأعداء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وارتد من ارتد عن الإسلام، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقال له: اترك جيش أسامة يحرس المدينة، فيقول: والله قسم من قلب بر وصدق ولسان ما حاد إذا نطق، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الجيش إلى تخوم الشام، ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقت السنة واتبع الهدي، فصار رعبا في جزيرة العرب كلها بفضل الله ثم ببركة هذا الإيمان والتسليم واليقين بالله عز وجل. اليقين لا يخذل صاحبه أبدا، ولا يمكن أن يوقع للإنسان لبس أو شك أو مرية. قالوا له: أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما عنده لبس، أمور واضحة، ما يستطيع أحد أن يزعزعه، ما يمكن أحد أن يلبس عليه دينه. خلاص إذا علم الحق ما يلتفت إلى قيل ولا قال أبدا، الأمر عنده واضح بين. فإذا بعمر يقول: فما هو؟ عمر رضي الله عنه الذي ينزل الوحي مصدقا له في مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام الصديق يأتي خاضعا للحق ذليلا للحق، يقول: ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كل حق تأتي فيه فتن، تأتي فيه أمور قد تشكك، ولذلك كم تسمع من الفتاوى والغرائب في أشياء ثابتة ليس فيها من شك ولا مرية، لا تستمسك. هذا اليقين الذي لا يزعزع به إيمان العبد. فلما جاءوه وقالوا عنده السنة وعنده النص البين من فرق بين الصلاة والزكاة، قتاله ليس لأنهم منعوا الزكاة، لأن الإنسان إذا منع الزكاة ارتكب كبيرة إذا اعتقد أنها واجبة وأنها مشروعة، لكنهم هم يقولون: مات الذي نعطي الزكاة له، ومات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة له، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فجحدوا فرضية الزكاة. فإذا به رضي الله عنه يعلم الحكم ويعلم أصله ويعلم دليله ويعلم منزله من نور البصيرة. أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي وقف المواقف وشهد المشاهد. أبو بكر رضي الله عنه الذي قل أن تقرأ في سيرته فتسمع كلمة من كلماته أو ترى فعلا من أفعاله إلا وجدت شواهد إيمانه بالله واستقامته بالعبودية لله، حتى وقف رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في آخر أعتاب هذه الدنيا لكي يشهد على فضله ويشهد الأمة على أنه مقدم عليها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس وبين علي رضي الله عنه حتى وقف بجواره. فهنيئا ثم هنيئا لصديق الأمة على المواقف وعلى المشاهد، لكنها ما جاءت بالتشهي ولا بالتمني ولا جاءت بالدعاوى الزائفة. يقف الإنسان اليوم في آخر الزمان وقد تباعد زمانه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجد من يزكي نفسه وكأنه قد أخذ بمقاليد الجنة وأنه من أهل السنة وأهل الحق،
فعندها لا يلتفت إلى أحد، وكأن اليقين استقر في قلبه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يقينهم وإيمانهم أشد ما يكونون خوفا من الله جل جلاله، فما زادهم هذا اليقين إلا تواضعا، ولا زادهم هذا اليقين إلا خوفا من الله وخشية لله عز وجل، ولم يأمنوا مكر الله. ووقف أبو بكر رضي الله عنه يقول يا ليتني شجرة تعضد، مع هذا اليقين كل يقول يا ليتني شجرة تعضد. وفي بعض الروايات يا ليتني شاة سمنني أهلي ثم أكلوني. وهذا كما يقول العلماء مقام الإشفاق، ومقام الإشفاق لا ينظر فيه إلى ظاهر كلامه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يبلغ بهم الخوف، حتى وهو معنى قول عمر رضي الله عنه لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لم أأمن من مكر الله. هذا مقام الإشفاق، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعندها يطيب للعبد عيشه، وعندها تهنأ نفسه، ينشرح صدره ويطمئن قلبه. هذا اليقين الذي ما طلب عبد ربه شيئا أعز ولا أكرم منه. فاسأل الله أن يهديك إلى اليقين، وأن يذيقنا وإياكم حلاوة اليقين وبرد اليقين، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المحسنين. نعم، إنه اليقين الذي ضرب به أبو بكر رضي الله عنه المثل لهذه الأمة لكي تقتدي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيجد الإنسان هذا اليقين معينا له بعد الله في كل شدة وفي كل محنة وفي كل خطب وفي كل كرب، لكي يستقيم قلبه لله ولا يتنكب عن صراط الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الموقنين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. بسم الله. كل شيء تحت سلطانه وكل شيء تحت أمره، فقط أن تعطيه قلبك، أن تعطيه اليقين، أن تعطيه صدق اللجأ إليه. أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجع، فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد اصفر لونه ونحل جسمه وفي حزن وألم. جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته، فقال هل رأيت فلان؟ قلت ما رأيت. قال قلت له كيف موضوعك أو حاجتك؟ قال والله إلى الآن ما انقضت، وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلان. قلت له لا أبدا، هناك من يحل لك موضوعك، وهناك من يكفيك همك. قال من؟ قلت قال يؤثر على فلان الذي هو مثلا رئيس الإدارة. قلت نعم يؤثر على فلان. قال تعرفه؟ قلت نعم أعرفه. قال تستطيع أن تكلمه؟ قلت نعم يمكن أن تكلمه وتكلم أنت. قال لا أنت تكلمه جزاك الله خير. قلت لا ما يحتاج. ما قال من هو؟ قلت هو الله. قال ها؟ قلت هو الله. قال ها؟ قلت يا أخي اتق الله، لو قلت لك فلانا من البشر وزيدا وعمر كان قلت هيا، ألما قلت لك الله قلت لي ها؟ نعم ما عرفت من هو الله. تعرفه ولكن في هذه المواقف ما عرفته صدق المعرفة. هل لا جربت؟ الآن جربت فلان مكث أكثر من 3 أشهر وهو يتردد على زيد وعمر على زيد وما حلت المشكلة. فشاء الله عز وجل أن خرج هذا الرجل، فقلت له جرب دعوة الأسحار، جرب دعوة الأسحار، فإن الله تعالى يقول هل من داع فأستجيب دعوته. والله يا إخوان شيء عجيب. قلت له ألست مظلوما؟ قال نعم. ألست حق من حقوقك ضائع؟ قلت نعم. جربت العباد؟ جرب رب العباد. قم في السحر وحس كأنك أمام الله، أن تعبد الله كأنك تراه، اليقين. واشتكي كأنك أبدا جميع ما أصابك اشتكي. شاء الله بعد أسبوع واجهته، وإذا بذاك الوجه المستبشر المشرق المنير خيرا إن شاء الله. هو كان يبحث عن وظيفة. يقول من العجيب أنني قمت من مجلسك، حتى ذلك الرجل الذي كنت أوسطه ما بحثت عنه، وعلمت أنه والله أنني محتاج إلى هذا الكلام، وأن الحل في هذا الذي كنا نبحث عنه، أنها الحل هنا. قال فمضيت إلى البيت ونمت تلك الليلة، ومن توفيق الله أنني قمت السحر. كيف؟ كأن شخصا أقامه لما صدق مع الله. يقول ومن عادتي ما أقوم السحر، لكن تلك الليلة ما أدري كأن شيئا أيقظني. يقول فاستيقظت
وصليت ودعوت الله عز وجل، ولدت بالله فعلا، يقول كأنني أراه، يقول وسبحان الله العظيم. فأصبحت الصباح فقلت أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه حاجته. يقول وإذا بشيء يقول لا، بدل ما تذهب من داخل المدينة اذهب من طريق كذا. يقول وليس عندي حاجة في ذلك الطريق. فمررت وإذا بي أمر على إدارة معينة، فلما مررتها قلت ما المانع أن أسأل؟ يقول والله كأن معي شخص يقودني. فدخلت على رئيس تلك الإدارة وإذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويجلسني بجواره. كيف حالك؟ بخير؟ قلت الحمد لله. قلت والله موضوعي كذا وكذا. قال فين يا شيخ؟ نبحث عن أمثالك. اي والله يا أخي نبحث عن أمثالك، عندنا وظيفة كذا ووظيفة كذا. خيره بين حسنين إحداهما أعلى من الأخرى، كان يتمنى ما دونها في الموضع الذي كان يبحث فيه عن الواسطة. يقول فقم الآن واذهب إلى مدير التوظيف وقل له أرسلني فلان لك، أعطني وظيفة رقم كذا ورقم كذا. يقول فقمت وأنا لا أدري أين أضع قدمي، ما أدري ما أصدق، أكاد ما أصدق في طرفات عين. يقول وإذا بالهم الذي عندي قد فرج، حتى إن الله عز وجل ما رضي لهذا العبد أن يمسي وحاجته في قلبه. لا إله إلا الله. يقول مع بداية الدوام مع الصباح، يقول فمضيت فأعطاني أرقام الوظيفة، وكان زملاء لي قد تعينوا قبلي يمكن قرابة 10 أيام. أنا مكثت في التعيين 3 أيام وانتهت معاملتي، وجاءني بذلك الوجه المشرق المنير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل. يا إخوان ما عرفنا الله، ما عرفنا الله. نعرف الله لكن تطبيق العمل، اليقين بالله عز وجل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا نشتكيه إلا إلى الله. فحلاوة الدنيا وحلاوة العمر في اليقين بالله عز وجل. ولذلك ائت بعبد قوي اليقين بالله، لو قلت له الجن والإنس يكيدون لك يقول لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك كان أصدق الناس إيمانا هم أنبياء الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل، فرمي على نار تؤجج ويجمع لها الحطب 7 أيام، وادي حتى ما استطاعوا أن يرموه بجوار الوادي، وإنما وضعوه في المنجنيق ورموه من بعد على تلك النار حتى يطفوا ما في أنفسهم من الغل عنه. فلما صار بين السماء والأرض جاءه جبريل فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ جبريل هذا لو بجناح يطفئ النار. لو جاء لواحد منا في هذه الحالة ما الذي تتوقعون؟ الله المستعان. كان يقول يا جبريل أنقذني يا جبريل. لكن إبراهيم الله أكبر صاحب اليقين لما قال له هل لك من حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، ما لي حاجة إلى أحد سوى الله، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافين، ونعم الوكيل ثناء على الله عز وجل. فقال الله في طرفة عين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، حتى جاء الأمر الإلهي من السماء، لأنه عظم الله فعظمه الله عز وجل في السماء. ولذلك بهذه العقيدة التي كانت عند إبراهيم خلد الله ذكره وأبقى فضله في كتابه حتى جعله إماما للمتقين. إن إبراهيم كان أمة جعله الله أمة بماذا؟ باليقين. ولذلك يكون الرجل واحد عن أمة بالإيمان بالله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا اليقين نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى من يغذينا به، وهو حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى، وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. ولذلك أبدا تجد العبد مهما تقول له من الفجائع من شياطين الإنس والجن ما يعدهم شيء في جوار قدرة الله عز وجل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون،
العلم بالله منزلة عظيمة، وأعلى درجات الإيمان تحقيق اليقين بالله ورسوله ودينه، وذلك برسوخ العلم في جذر القلب حتى لا تضعفه شبهة ولا تؤثر فيه فتنة. ومنزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، وأول اليقين اليقين بالرب، كما قالت رسل الله لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أنتم تعلمون وتقرون أنه ليس في وجود الله ووحدانيته شك قط. وأرفع الناس منزلة أهل اليقين. ولما أراد الله أن يزيد خليله إبراهيم عليه السلام إيمانا مع قوة إيمانه، أراه ملكوت السماوات والأرض ليصل إلى تلك المنزلة الرفيعة. قال جل شأنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال ابن كثير رحمه الله: أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. والعبادة مع اليقين ولو قلت ترفع العبد درجات. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر، أي سكن وثبت في قلبه. وخص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهم المنتفعون بالنظر في الآيات والبراهين. قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. ومن باشر اليقين قلبه اكتملت فيه عبادات القلب التي يحبها الله على أكمل وجه، من الخوف والرجاء والتوكل وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. والله فطر العباد على معرفته والإقرار به، وربوبيته تستلزم ألوهيته، وكل مخلوق يجد في نفسه ضرورة إلى توحيده والإقرار بوجوده والتأله له. قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وحث الله على النظر في الآيات الدالة عليه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وطرق معرفة الله والاستدلال على وجوده واستحقاقه العبادة لا حصر لها، فله في كل شيء آية، وكل ما في الكون يدل عليه. قال تعالى: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ومن أعظم الأدلة على وجوده مخلوقاته، فلا شيء في الكون إلا والله خالقه، إذ استقر في العقول والفطر كلها أن المخلوق لا يخلق نفسه ولا يوجد من غير موجد، وأن المسبب مرتبط بسببه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والبعوضة مع صغرها والسماوات على كبرها دلت على عظمته. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومخلوقاته الكثيرة آيات باهرة تستلزم الدلالة على وجوده وتدل على كمال صفاته وأفعاله.
أنشأ الخلق من عدم وخلق الأعيان وصفاتها ونقلها في أطوارها وصرفها في أحوالها. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وجعل تغير صفاتها مشاهدة بالأبصار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق أرضا مبسوطة مهيئة للسير والضرب فيها، مثبتة بالجبال الرواسي لئلا تميد بمن عليها، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبت فيها من كل زوج كريم، من حب وأعناب وزيتون ورمان وحدائق وفواكه تسقى بماء واحد ولونها وطعمها مختلف. والأنعام أنواع عجيبة وأصناف غريبة تشبع آكلها وتحمل راكبها وتغني مالكها. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وتبهج الناظر إليها، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل الأثقال وتنقل بين البلدان. جلودها لباس وأصوافها دفء وأشعارها زينة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والبحار فيها العجاب مليئة بالأرزاق والكنوز واللآلئ والجواهر، وتجري على ظهورها فلك مشحونة بأنواع الحاجات تلطمها الأمواج من كل جانب، وهي كالجبال الشامخات الناظر إليها يوحد الله. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسماء مرفوعة مزينة بالكواكب والنجوم، جعلها علامات على الاتجاهات والأوقات تهدي الحائرين في ظلمات البر والبحر. وشمس عظيمة ينتفع الخلق بحرها، وقمر منير يضيء الليل ويسر الناظر ويرشد الحائر. وفي نفس الإنسان أعظم الدليل على خالقه، خلقه بعد العدم من ماء مهين لا قيمة له، فصيره لحما وعظاما، وأنشأه خلقا آخر يسمع ويبصر وينطق ويسكت ويأخذ ويعطي ويذهب ويجيء. علمه بعد الجهل وأغناه بعد الفقر، وجمله بالعقل وهداه إلى مصالحه، وأحسن خلقه ورفع شانه، وسخر له كل شيء من حوله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع خلقه الخلق أتقن صنعه وأحكمه وجمله، وراعى مصالح العباد فيما خلق. وعنايته بخلقه ظاهرة في تناسب أجزائها وتكامل أنواعها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن شواهد وجوده انتظام الكون الذي أبدعه، وجريانه على سنن لا تتبدل ولا تتغير، لا عبث ولا فوضى ولا اختلال ولا فساد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فلا نظام في الكون أدق مما وضع لخلقه وشاء لعباده. خلق المتضادات ليكمل النفع، وجمع المتقابلات لتظهر الحكمة. ليل ونهار، وحر وبرد، وظلمة وضياء. ومع ذلك فكل شيء بقدر، ويجري على وزن دقيق، فلا تفاوت ولا تعارض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والله قسم الأرزاق وأعطى الحواس والقوى،
ووهب العقول والعلوم، وهدى كل شيء إلى ما به قوام أمره واستقامة عيشه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والطيور كل يوم تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا قد شبعت، والحوت في قاع البحر لا يضل عن رزقه، والنحل تأكل من كل الثمرات وتتخذ من رؤوس الجبال البيوت، والنمل في جحورها تختزن أنفع القوت، ورزقه واصل إلى الأجنة في بطون الأمهات وإلى الوحش في أطراف الفلوات. وأفعاله سبحانه لا يقدر عليها غيره ولا يشاركه فيها سواه، يحيي ويميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. وتحدى من كفر به أن ينازعوه في خلقه أو يعارضوه في فعله ليظهر عجزهم ويبين ضعفهم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وتحداهم أن يأتوا بمثل كلامه أو بشيء من مثله فلم يمكنهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل ما في الكون من متحرك وساكن وظاهر وخفي وكبير وصغير فهو دليل على وجود خالقه وعلى كمال علمه وقدرته ودقة صنعه وخبرته وعموم حكمته وسعة رحمته. وآثار صفات جلاله وجماله تنادي بوجوده وكماله في كل ذرة من ذرات خليقته، وتتجلى ربوبيته لمخلوقاته في افتقارها إليه. وكل موجود سواه فهو موجده، وكل حادث في الكون فهو محدثه. ومما يورث اليقين بالله التأمل في شريعته التي أحكمها غاية الإحكام، المشتملة على أصدق الأخبار وأعدل الأحكام. وسير الأنبياء تزيد في اليقين بوجود الله، فهم متفقون على الأمر بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وكل ما جاءوا به موافق للعقول السليمة والفطر المستقيمة. والمصالح التي أتوا بتحصيلها يعجز عن إدراكها البشر، وليس في الدنيا خير ولا بر إلا وهو من آثار ما أتوا به من عند ربهم. وكل نبي أيده الله بآية باهرة تخضع لها الأعناق، فهي براهين تهدي إلى خالقهم ودلائل تستلزم صدقهم. وطلب اليقين وتثبيته شأن الأنبياء. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال البغوي رحمه الله أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة. أراد أن يصير له علم اليقين وعين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة. وموسى عليه السلام ناظر فرعون لما جحد ربوبية الله وادعاها لنفسه فقطع حجته. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأكرم الرسل وأعمهم رسالة وأقواهم برهانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من طالع سيرته وعرف شمائله وصفاته أيقن أنه نبي مؤيد من خالقه، والقرآن الذي جاء به
متضمن لأعظم البراهين، وآياته أعظم مادة من مواد اليقين. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله: لو أردنا نستوعب ما في آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء، وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف، لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك. والعبد عرضة للفتن، والشيطان يسعى لقدح زناد الشك في القلوب وزعزعة اليقين فيها. قال الذهبي رحمه الله: وأئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والله جعل الفرح والسرور في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ومن شك في وجود ربه الذي خلقه أو كابر ما في فطرته من اليقين بربوبيته كان صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أنكر ربوبية الله له فإنما يجحد ما استيقنته نفسه. قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والعبد مسؤول عن دينه، وعليه أن يصونه بالإعراض عن الخائضين فيه. قال جل شأنه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن وسائل الثبات على اليقين بالله لزوم طاعته وكثرة عبادته ومجالسة الصالحين وترك المعاصي والاستغفار من الذنوب وتعلم العلم النافع والتأمل في أسماء الله وصفاته وملاحظة آثارها في النفس والكون. وجماع ذلك الإكثار من تلاوة القرآن العظيم والعمل بما فيه ودوام الافتقار إلى الله. ومن لقي الله موقنا بوحدانيته دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وبعد أيها المسلمون، فالرب هو الحق الذي لا مرية فيه، اسمه الحق والحق صفته، ووجوده أعظم الحقائق ثبوتا. قال جل شأنه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واليقين بأصل الإيمان شرط من شروط لا إله إلا الله، ولا إيمان مع الشك أو التردد. والناس في اليقين متفاوتون، والحاجة إلى زيادة اليقين وتثبيته ملحة في كل حين، وتزداد الحاجة إلى زيادة اليقين عند توارد الشبهات. والمؤمن حسيب نفسه يتفقدها عند ورود الشكوك والريب، فإذا أحس بضعف اليقين فزع إلى ما يقويه وأسرع إلى ما يثبته. والعلم واليقين يجده الإنسان من نفسه كما يجد سائر إدراكاته وحركاته. ومن رزق اليقين لم يرجع عن دينه سخطة له، وترقى في مدارج العبودية حتى يبلغ الدرجات العلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، أصل الإيمان لا يثبت ولا يثمر إلا إذا تعاهده صاحبه بالإصلاح، والعبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى ينتفي عنه الريب ويجزم بصدق الرسالات ويوقن بكمال الرب ويعبده وحده دون سواه ويوقن بالبعث بعد الموت. وعلى هذه الأصول مدار الرسالات كلها. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا رب العالمين. اللهم هون وطأة الحر على عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بيدهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد وجه سؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموعة عن معنى اليقين وكيف يحصل، فكان جوابه عليه رحمة الله: اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب، يقال رابني يريبني. ومنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك، إما لغفلة القلب عن هذا العلم، والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضدا لأصل العلم، وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب،
وإما لغير ذلك. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله اليقين والعافية، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله. فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا، بخلاف غيرهم فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا ترى إلى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه حال هؤلاء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى قوله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق، والثالث العمل بموجب العلم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والضمير عائد على القرآن كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والحمد لله رب العالمين. الاعتبار بما في النفس وما تحويه من بدن وجسد مركب من لحم ودم عظم عصب شعر ظفر، كل هذا إنما يعرفه من وفقه الله جل وعلا من يزاول مهنة الطب. ولذا نجد عند الأطباء من خصائص الأعضاء ومعرفة فوائد هذه الأعضاء ما لا نجده عند غيره. وأدرج بعض المفسرين من المعاصرين بعض هذه الأمور متلقاة من علم الطب، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الموضوع لأنه يزيد في إيمانه ويرسخ يقينه. قد يقول قائل: اليقين والإيمان الحمد لله موجود، لكن تجده موجود في وقت السعة، لكن ابحث عنه في وقت الضيق. خلي يحصل لك حادث ولا مصيبة ولا ولدك أقرب الناس إليك وحب الناس إليك أدنى شيء، شوف اليقين وين يروح. كثير من المسلمين كلامه دعوة، فإذا جاءت المضايق وجاءت أوقات الامتحان وجدته صفرا. وحصل لنا ولغيرنا مثل هذا، ما وجدنا شيء في وقت الضيق. لماذا؟ لأن الكلام في الغالب لا يتجاوز اللسان إلى القلب. هذه مشكلتنا والله المستعان. تجد ما شاء الله بعض الناس في وجدنا واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء
وتنتهي في 11. وكنت على موعد معه الساعة 11 بنهاية المحاضرة، وجلسنا عنده إلى وقت متأخر، ونرجو أن يكون هذا السمر، وإن كنا نتذرع بذلك، وهذا السهر فيما ينفع إن شاء الله تعالى. نعم، هو بالنسبة لذلك الشخص السمر معه ينفع بلا شك. فلما خرجنا منه الساعة 1 والرجل لم يتغير من وضعه شيء، على عادته في جده وفي أسئلته وفي تبسطه على عادته. فبعد أن خرجنا معه منه بعد ربع ساعة قال له واحد من الأخوان: أتدرون ما الذي حصل للشيخ؟ قلنا: والله ما ندري عن شيء. قال: ابنه الأكبر وقع بين يديه مغمى عليه، فذهب به إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة ولا يشعر بشيء، والأطباء يقولون ما ندري شيء فيه. يعني أمر لا يطاق يعني في تقديرنا وما تعودناه وما تربينا عليه. يعني لو أن الولد يصاب بأدنى شيء قلق الإنسان وألغى كثير من ارتباطاته. والله العظيم هذا الواقع. وآخر ولده بكره يصدم ويموت بحادث، ونزوره ونعزيه ونواسيه، والله أنه أثبت منا وأصبر. وثالثه من الأطباء قبل أقل من شهر ولده حافظ القرآن وإمام مسجد يخرج من بيته فيحصل عليه حادث ويموت، ونأتي لتعزيته. حقيقة إن كانت أيامه كلها على هذا الوضع فهو سعيد. يعني في اليوم الذي مات فيه ولده أو من الغد، إن كان هذا وضعه في أيامه العادية في أيام سروره فالرجل سعيد. هذا اليقين. لكن أينه إذا وجد مثل هذه المضايق؟ كثير من الناس ينسى اليقين، ينسى الدين كله. أن تجده من أبلغ الناس إذا وعظ، وتجد في هذا المجال صفر. يعني هذا جربناه في أنفسنا قبل الناس. يعني طلبة علم تقول له: أين يا فلان؟ أينما تعلمت؟ لا يحير جواب. والله المستعان. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بعلمه وتقديره لهذه المصيبة. فلا يحدث في ملك الله شيء ليس عن علمه وتقديره وكتابته على من قدرت عليه. ومن يؤمن بالله يطمئن إلى أن ما يقدره الله للعبد هو خير له. يؤمن يرزق الطمأنينة، وأن الله لا يقدر له إلا الخير، ولو كانت في ظاهرها فيها ضرر عليه في ماله أو بدنه أو ولده، لكنها خير. كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ارتاح. ولذلك تجد صاحب اليقين مرتاح، قلبه مرتاح، بخلاف من ضعف يقينه تجده منزعج، دائما قلبه في قلق. من ضعف يقينه، يقول واحد كبير السن: ما رأيت حادث من بعيد إلا قصدته. لماذا؟ يقول: لو كنت في غير بلدي أخشى أن يكون ولدي.
هذا متى يرتاح؟ وذلك لضعف اليقين. بينما من صاحب اليقين مرتاح من قلبه حتى لو كان ولده، لأنه إن صبر على هذه المصيبة أجر عليها، وكان ذلك خيرا له من عدمها. الرسول عليه الصلاة والسلام حزن على إبراهيم ولده لما مات، ودمعت عينه، حزن قلبه ودمعت عينه لما مات إبراهيم. فهل هذا مما ينافي الصبر على قدر الله؟ لا، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إلا ما يرضي الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا أكمل البشر، هذا أكمل البشر، هذا الميزان الذي توزن به أعمال الناس. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فما هو العلاج الناجع لضعف اليقين والقطع بالإجابة حال الدعاء؟ المسلم مأمور بالدعاء، والدعاء سبب قد يقترن به ما يحقق الإجابة، وقد يقترن به المانع من قبول الدعوة والإجابة. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب لقبول الدعوة، وعليه أن يسعى بانتفاء الموانع من قبولها. فإذا حصل له ذلك يلح على الله جل وعلا بالدعاء، ويعظم الرغبة، ولا يتردد في دعائه، ولا يستثني، ويستحضر فضل الله جل وعلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته، فأعطى الله جل وعلا كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ويمين الله ملأى لا تغيضها النفقة. فالإنسان يستحضر مثل هذه النصوص ويعظم الرغبة ويقطع بالإجابة، لكن لا يغفل عن واقعه هو، يعني يعظم الرغبة في الله جل وعلا، لكن قد يسيء الظن بنفسه، وأن عنده موانع تمنع من قبول هذه الدعوة. قلنا إن الدعاء سبب، ادعوني أستجب لكم، سبب، لكن ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي. السفر مظنة للانكسار، كذلك الشعث كذلك مظنة لانكسار القلب، وهي مما يعين على الإجابة، يعين الإنسان. وكذلك السفر كونه أشعث، كونه يكرر يا رب يا رب. فقال جمع من العلم أنه إذا دعا الداعي بيا ربي كررها 5 مرات أنه يستجاب، استدلالا بما جاء في آخر سورة آل عمران. يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، لكن المانع موجود، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. ومع ذلك لو قال قائل: أنا والله عندي معاملات فيها محرم، أدعو ولا ما أدعو؟ نقول أدعو الله جل وعلا، لأنه قد يقترن بهذه الدعوة في وقت من الأوقات ذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا فتجاب دعوتك ولو وجد المانع.
بعضهم بالنسبة لصلاة الاستسقاء يقول استسقينا مرتين 3 5 ما حصل شيء. ووضعنا وحالنا مع ارتكاب المحرمات ووجود الموانع كأننا نستهزئ، يعني هذا تكرر على سنة كثير من الناس. هذا هو اليأس، نسأل الله العافية. أنت عليك أن تسعى في إصلاح نفسك، وعليك أن تبذل الأسباب، ولكن هذا اليقين لا يأتي إلا بعد جهد جهيد. فما هو السبيل لاستحضار هذا اليقين التام؟ السبيل هو الاستمرار في الجهد الجهيد. الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يستمر ويسعى لمجاهدة النفس، والله عز وجل خلق العبد ليجاهد نفسه، فيستمر على مجاهدة النفس. ودعوة الإنسان يدعو: اللهم ارزقني حسن الظن بك، وهي دعوة يغفل عنها كثير من الناس. بل حتى قال ابن القيم، قال: وكثير من الناس بل جلهم بل كلهم إلا من شاء الله يسيء الظن بالله. لذلك الشخص يقول: اللهم ارزقني حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. هذه من أجمع الكلمات: اللهم ارزقني حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. كيف نصل بأنفسنا إلى اليقين؟ كيف نتربى على اليقين؟ كيف نرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة؟ أقول أيها الإخوة والأخوات: أول ذلك أن نعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن المواهب بيده، فما على العبد إلا أن يلتجئ إليه، وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما قاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع. ومع ذلك أيضا يبذل الأسباب التي توصله إلى هذه المرتبة. ومن هذه الأسباب، وهو أول درجات اليقين، العلم، فهو يستعملك، فأنت تعمل بمقتضى هذا العلم. واليقين يحملك كما قال بعض السلف: العلم يستعملك فتعمل بمقتضاه، واليقين يحملك فيندفع العبد للعمل ويقدم وينفق ماله الذي يكون حبيبا إلى قلبه، لأنه يتيقن بالجزاء، ويعلم أن أعلى المراتب والمنازل عند الله عز وجل من أعلاها الشهادة في سبيل الله عز وجل، مرتبة الشهداء، فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. والنفس هي أحب الأشياء إلى الإنسان، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالمال حبيب إلى النفوس، والنفوس أيضا عزيزة على أصحابها. فالعبد يعلم أن بذل المال سبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل، وأن الله يربي الصدقة، ويعلم أيضا أن الشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهله، وما إلى ذلك من فضائله. يعلم هذه الأشياء، فالعلم يستعمله، ولكنه قد لا يقدم على هذه الأمور التي تحتاج إلى تضحيات كبيرة، لا يقدم عليها لأنه لم يتيقن، لم يصل إلى مرتبة اليقين. وأما صاحب اليقين فإنه يحمل على ذلك حملا، فلا يقف عند حد العلم فيكون ذلك معلوما له فحسب، بل إن يقينه يحمله على الامتثال والإقدام والعمل، ولو كان ذلك في سبيل إزهاق نفسه. اليقين في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء والصالحين له كلام عظيم وحال عجيب، لأن أهل الإيمان وأعلاهم منزلة الأنبياء هم أهل اليقين،
ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قصصا تبين هذا اليقين في قلوب أنبيائه وأوليائه وأثره على هؤلاء. من ذلك أيها الإخوة ما قصه الله عز وجل من قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. فإن قريشا لما طلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله أمره الله جل وعلا بالهجرة إلى المدينة، فخرج من مكة وصحبه أبو بكر رضي الله عنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في غار في جبل يستترون به عن المشركين، فوقف المشركون على فم هذا الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه لو أنزل أحدهم بصره لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو اليقين، يكون الإنسان مطمئن بالله سبحانه وتعالى، وأنه ما دام مؤمنا بالله مستقيما على طاعة الله أن الله عز وجل معه مؤيدا له وناصرا وحافظا له. لهذا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه فقال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو الذي قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنوده لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيضا من آثار اليقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في غزوة الخندق، وهي من الغزوات العظيمة في الإسلام حتى سماها الله عز وجل زلزالا عظيما، كما قال سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما. ومع شدة هذه الغزوة وما صاحبها من أحداث عظيمة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين تام بنصر الله عز وجل وتأييده، فكان مطمئن القلب ثابت الجنان. ومن ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال ابن إسحاق وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، قال ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى، قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال قلت نعم. قال أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي باب الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح بها علي المشرق. تأمل هذا الموقف العجيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي شدة والمدينة محاصرة من الأحزاب، حتى سمى الله عز وجل هذه غزوة
زلزالا عظيما، ومع ذلك انظر طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روي في بعض الروايات أنه لما ضرب هذه الصخرة العظيمة التي عجز عنها الصحابة رضي الله عنهم، فخرجت من هذه الصخرة نار أو شرارة، قال الآن أضاءت لنا وصور كسرى. هذا أيها الإخوة لطمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وليقينه بربه. أيضا من القصص العجيبة في اليقين قصة الصحابي خباب بن الأرت رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوسدا ببردة في ظل الكعبة كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد من أذى المشركين وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله هنا الشاهد، انظر الإسلام والمسلمون في غربة وفي شدة وهم مستضعفون في مكة، ومع ذلك انظر لطمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقينه. قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.